اهلا بيكم في حياة واحدة موظفة. الموظفين دول بجد يومهم بيبقى منظم ومثالي اكتر من ستات البيوت. حياتهم بتبقى منظمة لو هي عايزة تبقى منظمة. يعني انا هتعالوا اقول لكم بقى اعمل ايه في اليوم. انا رجعت من الشغل عادي جدا، دخلت البيت، اضاءة بس مش متظبطة، لونها اخضر عشان اللمبة الاباجورة. وادي ولادي حبايبي ميكي السكي ميكي ومليكا الليكي كوليكا. تعالوا بقى اقول لكم كان في اكل ايه. كان عندي فاصوليا ورز قبلها بيوم، وكان عندي البواقي اللي هو انا بجيب مثلا حوالي 5 فرخات او اكتر او اقل على حسب الدنيا، وبقطع بقى بانيه وراك وحاجات من دي. ودي اللي هي ايه اسمها ايه الوينجز، الاجنحه والرقه والحاجات دي بعملها في يوم كده ببصل. لما بيكون باقي عندي اكل من امبارح العيال كده مش هتاكله، هما ما كلوش اول يوم عشان ياكلوه تاني يوم. ما علينا. بروح اول حاجه بعملها في حياتي ان انا بتغدى وبحط غسيل. دول اهم حاجتين في حياتي. وبذاكر للولاد. هنا في اليوم ده ما ذاكرتش، بس في العادي بحاول ان انا اواظب على مذاكرتهم حتى لو مش هعمل اكل. الاكل ده انا كنت عاملاه نص الصبح وجيت كملته بالليل يعني وكده. ف اتغديت وحطينا غسيل. بالمناسبه انا بحط هدومي لوحدها، يعني الفواتح والغوامق وكده كل حاجه دوره سريعه، ومش بعصرها كتير عشان ايه ما تبصش. وبعد كده بحط بقى غسيل الولاد والباقيين كلهم ايه في دور لوحدهم. يعني شغلنا غسالتنا وخلصنا حياتنا. انا بنظم يومي ازاي؟ ده ديك عادي ما شاء الله عليه، على طول طالع معانا ايه في كل الحاجات كده. نظمنا حياتنا بقى. انتي لازم تبقي عارفه، انتوا عارفين التو دو ليست اللي هي نكتب ورقه وقلم احنا هنعمل ايه النهارده، ننظم وقتنا ازاي. انت لازم تبقى عارفه انت تارجتك ايه النهارده. تارجتك ايه النهارده؟ ان انت بيتك يبقى نظيف، اكلك معمول، رحتي شغلك في ميعاده، مذاكره لاولادك. تعملي ده ازاي مش مهم، يعني ممكن قبل ما تنزلي الصبح تحطي دور غسيل، او لو في من بالليل تنشريه. برضو ممكن ابقى اوريكم، انا بس مشغوله عنكم في التصوير فحقكم عليا. هنا كنت بفعل اللي هي بتاعه الاطفال دي عشان لو حد لعب في الغساله وهي شغاله ما تتاثرش. لسه واخده بالي دلوقتي وانا معاكم ان طرف الطرحه كان شابك في يلا ما علينا. حطوا دوار غسيل بقى زي على قد ما تقدروا، دوار كتير. يعني انا حطيت الاولين ده 25 دقيقه غسله سريعه وعصر خفيف، واحط ده بعده على طول، وهستنى مثلا 3-4 ساعات كده، او لو نمت الصبح احط 1. عشان دايما ثبت الغسيل، انا ثبتين دايما، ثبتين غسيل يبقوا على قد ما اقدر قليلين، هما كده مش بيفضوا يعني. بس المهم ان انتوا وحشتوني قوي. قولوا لي انتوا بتعملوا ايه في يومكم، بتظبطوه ازاي، سواء ست بيت ولا متجوزه. قولي لي الاول انت موظفه ولا لا، قولي لي الاول بتظبطي يومك ازاي، وقولي لي بتتابعيني منين، واعملي شير كتير للفيديو عشان لو حد مش عارف ينظم وقته يمكن يستفيد مني، ويمكن يقول كومنت يفيدني، فنستفيد من بعض. حطينا اريالنا الجميل. انا بستخدم كنت بستخدم طبعا مساحيق المقاطعه. على فكره انا عامله مقاطعه لحد النهارده انا وولادي، مفيش حد فينا بيجيب اي حاجه مقاطعه خالص، بس انا لقيت بعت ابني يعني يجيب وجايب لي تايد. انا الحقيقه مش عارفه تايد مقاطعه ولا ايه، فقولوا لي، لان انا حاسه ان ضميري مأنبني وكل شويه انسى اعمل سيرش عليه. بعد بقى بخلص واكل واذاكر واعمل، بدي الرخامه تلميعه. حتى لو سبت مواعين في الحوض اغسلهم الصبح قبل ما انزل، ساعات مش بكون قادره، يعني ساعات طبق العشاء مش بكون خلاص مش شايفه قدامي، لازم الرخامه تبقى متلمعه وشايله كل اللي عليها ونظيفه. بحس ان انا مبسوطه كده اكتر. وببدا بقى اقسم المهام. يعني ايه؟ يعني النهارده عملت اوضتي، بكره اعمل اوضه مليكه، بعده مثلا اوضه مالك، جنب الحاجات التانية، جنب الريسبشن والمطبخ والاكل والحاجات دي. فبتحسي ان انتي الشقه طول الوقت نظيفه، او بتحاولي كده اصلا. وانا قاعده من الشغل مهما نضف ايدي طول النهار في الشقه، برضو الولاد بينتشوا شويه تناتيش كده، مش عارفه اديك ماله. حبيبي اتفضل معانا. شويه اكل كده مكان استاذه مليكه عشان بتحب تقف تاكل وهي واقفه في المطبخ، بتسليني وانا بغسل المواعين، بتقف تاكل جنبي، بتحب تلون برضو جنبي في المطبخ عادي. وفي وسط كل المعجنه اللي انت بتعجنيها في البيت والشغل دي، ما تنسيش نفسك. يعني ما تنسيش تعملي السكين كير روتين بتاعك قبل ما تنامي. انا خلاص لمعت. انا عملت دلوقتي سكين كير روتين بتاع الرخامه، وسكين كير روتين بتاع التلاجة، ماشي، وبتاع الحوض. خلاص انا فين سكين كير روتين بتاع بشرتي؟
فانا حطيت المرطب وحطيت غسلت مسحت وشي كويس وظبطت الدنيا برضه. هوريكم وانتي ماشيه بقى، وانتي خدي بالك وانتي بتلمعي الرخامه وانتي ماشيه كده هتلاقي نفسك لمعتي الكتل. اديله رشه جلانس او بالفوطه اللي متعصه جلانس مكان الرخامه، روحي ملمعاها. الميكرويف من بره كده، ولو عايزه من جوه براحتك يعني، بس انا بقولك انا كده كده من جوه ليه غسله لوحدها. الاير فراي لو عندك اي اجهزه، لو عندك اللي هو انا مثلا ايام ما الكيتشن ماشين بتاعي كان اسمه ايه اللي هو العجان شغال ده، كنت حاطاه على الرخامه في المطبخ القديم، فكنت بلمعه على طول. لما لمعتوش فتره بحس ان هو ايه شكله عره كده. وانتي ماشيه كده معاكي اللحظه بقى اللي بتغسلني من جوه، انا ببقى بغسل وشي اول ما اجي، بس بصراحه يعني ساعات بنسى يعني، باجي بقى على المطبخ مش عارف ايه وبتاع، فممكن اغسله بس ما امسحوش كويس، او مثلا ما امسحوش على الاخر، الماسكارا تفضل لازقه كده. فحطيت بقى المرطباتي ومسحت وشي كويس، ونبدا بقى نلم المواعين اللي احنا غسلناها. مش بقيت بصراحه اعرف ابين الدنيا كلها، الدنيا يعني في حاجات كتير بقى لسه هحط بقى الستاند واصور وبتاع، فانا قررت ان انا معلش اعذروني لو الدنيا متلخبطه شويه في التصوير، بس انا بحاول اخدكم معايا على قد ما اقدر. قد ايه وحشتوني، قد ايه كلامكم فرحني، قد ايه هحاول متاخرش عليكم تاني بجد بسبب كلامكم الحلو الجميل. بتشجعوني، مش انا اللي بشجعكم وبعلمكم حاجات، بالعكس انا بتعلم منكم وبتشجع وباخد طاقتي وبعمل حاجات كتير قوي بسبب كلامكم الحلو. فعشان خاطر خليكم قولوا لي كلام حلو كتير بجد. يا جماعه الاهتمام بيطلب، انا بطلبه عادي. انا من زمان كنت حساسه قوي في الحته دي، ما كنتش عمري اطلب اي حاجه من اي حد واتقمص لو حد ما ادانيش حقي في حبه ليا، بس حسيت ان هو اصلا ممكن يكون مش واخد باله، هو في حاجه شغلاه او مش طبعه مثلا. فلما يعرف ان انا بحب حاجه معينه فبيعملها. فاطلبوا الحب من بعض، من صحابكم، من جوزكم، من اختكم، من امكم. اطلبوا الكلام الحلو، حاجات بتفرق في نفسيتنا. واحنا نعيش كم مره، هنخلي الناس تحبنا واحنا نحب الناس. تنسيش تلمعي الحيطه اللي ورا الاير فراير عشان بتطلع دخان عليه شويه دهون كده صغننه يعني. بس خلاص احنا كده خلصنا الروتين بتاعنا او خلصنا يومنا. نفسي اصور لكم وانا في الشغل، بس مش بحب ادخل الاتنين في بعض بحيث الشركه ما يمسكوش عليا غلطه، عارفين ابقى حويطه اسم الله عليا، اللي هو ايه ما يجوش يقولوا لي انت سايبه الشغل وبتصوري، مع ان انا لو صورت اصور يعني دقيقه، ولا اصور وانا كده قاعده مثلا باخد قهوتي قاعده بشتغل بتاع، بس برضو محبش حد يمسك عليا غلطه. بس هحاول. الخلاصه يعني ان تنظيم الوقت هو السبب الرئيسي في تقسيم المهام يعني وتصغيرها، هو السبب الرئيسي ان انت بتقدري توفقي بين حاجات كتير. حتى لو حاجه سقطت منك عادي، بس ستات البيوت اللي قاعدين فاضيين في بيوتهم في حاجات بتسقط منهم فعادي. المهم المشاركة برضو عليها عامل كبير وعامل محترم، يعني لازم برضو جوزك يشاركك، يشيل عنك حاجة، يعمل اي حاجة معاكي في الشقة. ممكن ابسط الامور لو هو مش متعود اصلا في حياته مثلا يدخل مطبخ ولا يعمل حاجته ولا يطبق هدومه ولا الكلام ده، ابسط الامور يشيل نفسه، فاهمين؟ يعني مش لازم يساعدك في شغل البيت، بس يشيل نفسه عنك، دي في حد ذاتها هتفرق كتير. طبعا انتوا ستات البيوت نفسهم حد يشاركهم او يشيل عنهم او يشيل نفسه عنهم. فان شاء الله برضو انا عارفه ناس مراتاتها مش شغاله وبرضو بتشيل نفسها، فانتوا نصيبكم بقى. الحاجات دي نصيب وارزاق في الدنيا. المهم خدوا بالكم من نفسكم لحد ما اشوفكم الفيديو الجاي، وان شاء الله مش هغيب عنكم تاني. متنسوش تعملوا شير لو حد للفيديو عشان حد يستفيد يعني كده. باي.